في صفعة جديدة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقيادة باتريس موتسيبي، أكدت الجزائر أنها لن تنظم نسخة كأس إفريقيا 2027، وأضافت نفس المصادر أن رئيس الكاف وجه رسالة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يعلمها فيها أنهم يمكنهم تنظيم كأس إفريقيا 2027 في حال أرادت الجزائر ذلك، لكن الرد كان صاعق، أي أكدوا له أن الجزائر لن تنظم أي بطولة في تواجد الهيئة الحالية للكاف، ومؤكدين أن الدولة الجزائرية اتخذت القرار مناسب سنة 2023 بالانسحاب من تنظيم نسخة 2027 و2025 وترتيب البيت الداخلي إلى غاية 2030، أين ستكون صلاحية هذا المكتب قد انتهت بصفة نهائية، وتعتبر الجزائر حاليا الدولة الوحيدة المستعدة والجاهزة لتنظيم أي بطولة دولية مهما كان حجمها، وهذا بعد الانتهاء من كل المنشآت الرياضية العملاقة والبنية التحتية الفندقية، إضافة لتطوير بنيتنا التحتية في مجال الطرقات.